سلامات. الفيديو ده للرجالة، هي رسالة من رجالة مروا بنفس التجربة، عملوا نفس الأفعال وتصرفوا نفس التصرفات، مشيوا نفس المشوار ووصلوا لنهاية الرحلة مع ندم كبير قوي، أو أقل ما يقال عليه إن هو ندم، لأن هم الحقيقة حاسين إحساس لا يمكن يتوصف. هم مش قادرين يتصوروا بينهم وبين نفسهم إن هم عملوا التصرفات دي أو فعلوا الأفعال دي. هم عايزين يناموا، يصحوا، يمسحوا الفترة دي من حياتهم. بقى المجتمع دلوقتي بقى فيه الطلاق حاجة سهلة، لازم جارك، ابن عمك، ابن خالتك، أختك، أخوك، زميلك في الشغل، حواليك 2 3 متطلقين. ده بقى العادي. أنا مش هتكلم عن الطلاق، لكن هتكلم على الراجل اللي بيطلق الست وعنده منها عيال. الذكر اللي بيطلق الست وعنده منها عيال بيطلقها هي وعيالها، بيقول لربنا شكرا على الرزق اللي رزقته لي، انا مش عايزه العيال دول اللي انت رزقتني بيهم، انا مش عايزهم، ماليش دعوه بيهم. سؤال: اذا كان انت الاب المسؤول اللي ربنا رزقك بالرزق ده، وده تكليفك على الارض، ربنا رزقك بيهم عشان هو ده واجبك ومسؤوليتك ومهمتك في الارض، ما قمتش بالمسؤوليه دي وقلت لربنا شكرا على الرزق ده، مش عايزه. واثق ليه في خالتهم وخالهم وجدهم وجدتهم؟ هما مش بني ادمين زيك؟ مش ليهم اللي ليهم وعليهم اللي عليهم، وعندهم عيال ومشاكل، وفيهم اللي مكفيهم ومش ناقصين يشيلوا شيلتك؟ طبعا في خلان وخالات وجدود واجداد يتحطوا على الراس من فوق، لكن انا بكلم الذكر اللي تخلى عن مسؤوليته وعن واجبه وعن تكليفاته في الارض. واثق فيهم ليه؟ انا عارفه ان انت لما بتعمل التصرفات دي بيبقى قصدك تذل الست وتهينها وترقعها. طب انت ذليت الست وهنتها ورقعتها، بس مش الست بس اللي اتذلت. صحيح ما يذلش الست غير ولادها وانت عملت كده بكفاءة، لكن كمان ذليت ولادك وهنتهم ورقعتهم وحرمتهم من ان يبقى عندهم كرامة وسند وأب في الدنيا. بقى الذكر اللي بيطلق مراته ويطلق معاها العيال ويقول لربنا انا مش عايز الرزق ده، بيمنع ولاده من المصروف، ما بيدهمش فلوس، وهو عارف ان امهم ما عندهاش مصدر دخل ومش هتعرف تصرف عليهم. بيطردهم من بيتهم، بيطلعهم من مدارسهم، وتصرفات كتير تحت المظلة دي. ازاي انت قادر تنام وتاكل وتشرب وتروح الشغل واوقات تحب وتتجوز وانت ما تعرفش حاجة عن ولادك؟ يلا، حل المشكلة دي ان انت ببساطة لما تيجي تتصرف تصرف تفكر التصرف ده تصرف ذكور ولا تصرف رجال؟ ما هو مش كل الذكور رجال، الذكر ده النوع في البطاقة، النوع ذكر، لكن الرجولة حاجة تانية خالص. الرجولة أفعال، تصرفات، صفات. يعني الراجل ده شهم، مسؤول، كريم، مقدام، يبقى ده راجل. لو انت في اي تصرف اتصرفته فكرت بطريقة ده تصرف ذكوري ولا تصرف رجولي، يعني لو لقيت نفسك بتتصرف التصرف ده وانت غضبان واناني وهمك مصلحتك وطز في اللي يحصل، يبقى انت كده ذكر. لكن لو تصرفت تصرف او فكرت فيه من ناحية الرجولة، ده كده تصرف رجولي. انا متأكدة انك لو فكرت دقيقة بالطريقة دي عمرك ما هتتصرف غير تصرف رجولة، لان الاصل في خلقتك ان انت راجل. انت زي ما قلت لربنا انا مش عايز الرزق ده، بتقول لربنا انا مش عايز تكليفاتي على الارض، مش عايز ابقى راجل على الارض، انا عايز كده ابقى اناني وغضبان ولوحدي منطلق. الاصل فيك الرجولة. فكر التصرف رجولي ولا ذكوري وانت هتاخد القرار السليم. في وقت الندم فيه ما بينفعش،
وفي جروح مهما الوقت مر ما بتتمسحش، ما بتروحش، بتبقى محفورة. الرجالة اللي سبقوك نفسهم يمسحوا الفترة دي من حياتهم، مش قادرين يتصوروا. يعني يجي يقولك ايه، انا منعت الفلوس عن ولادي، انا طردت ولادي من بيتهم، انا طردت ولادي من بيتهم. بيبقى مش قادر يتخيل ان هو عمل كده. فأرجوك فوق قبل ما يفوت الأوان، وانتبه، ده تكليفك في الأرض. ربنا خلقك عشان الولاد اللي رزقك بيهم، ملهاش إعادة. خلي السعادة تبقى عادة، واعمل للنهاردة والبكرة وللآخرة.